بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناة راجع معي. جينا لكم فيديو جديد. اذا اليوم مع فرض الفصل الثاني في مادة الرياضيات سنة أولى ثانوي بريمير اني اس. تبعوا معايا، ها هو السوجي، ديروا له كابتور، حبس له فيديو، سيت حل، هو اللي معايا. ها راه فيه الدوال وراه فيه الشعاع. ها حبس الفيديو، حل في غردك وعاود ولي سيمون. تبع معايا التصحيح المفصل. اذا جماعه نبداو في التمرين الاول. توجور في تمارين الدوال كونوا معايا، كونوا مركزين معايا. يا اما غادي يعطيك داله معرفه بالبيان، يا اما بجدول التغيرات، يا اما داله معرفه بدستور اي بالعباره تاعها. وهذه الداله المعرفه بالعباره مازال ما ديروها، غادي ديروها ربما في الاختبار تاع الفصل الزوج ولا في فرض الزوج تاع الفصل الزوج. علاه؟ باسكو مازال ما قريتوش الدوال المرجعيه. كي تقراو الدوال المرجعيه يعطيك داله معرفه بالعباره تاعها. دونك يا اما يعطيك داله معرفه بالبيان يا اما بجدول التغيرات، وساهلين بزاف. تبعوا معايا لا ميثود كيفاش نجاوبوا الاسئله. بالنسبه للسؤال الاول، عين دي اف مجموعه تعريف الداله. شنو هي مجموعه التعريف جماعه؟ مجموعه التعريف هما القيم اللي نقدروا نعوضوا بهم في الداله. يعني اسكو كاين قيم ممنوعه ولا لا الى اخره. دي اف قريتوا المجالات في الفصل الاول. بالنسبه لمجموعه التعريف تاع الداله، لي زيكس تاعها وين يبداو وين يكملوا. غادي تجي هنايا لي زيكس راني نشوف راهم يبداو عند ناقص 5 ويكملوا عند الخمسة. صافي. ها من ناقص 5 حتى للخمسة. قارع سؤال، اسكو ندير مجال مغلوق ولا مفتوح؟ بيان سور نديره مغلوق. علاه نديره مغلوق؟ باسكو ناقص 5 داخله في الداله والخمسة داخله في الداله. عند الناقص 5 لقينا ناقص 2 وعند الخمسة لقينا 2. صافي بيان سور يكونوا داخلين في مجموعه التعريف. السؤال الاول كاع ونص نقطه مجانيه. زيد السؤال الزوج، حدد اتجاه تغير الداله اف على دي اف. جماعه هذه لاباس تاع الباك، هذه لاباس تاع الباك. دوك غادي نديرو اتجاه تغير الداله اف على دي اف. بيان سور خاصنا نفرقوا جماعه. غادي يجي واحد السيد غادي يقول لك يا بصح راه عندنا ديجا اتجاه التغير. لا، ما راهش عندك اتجاه التغير، راه عندك جدول التغيرات. اتجاه التغير هو التعبير عن جدول التغيرات كتابيا باللغه العربيه. غادي نحوس نشوف الداله وين راهي متزايده. الداله راهي متزايده هنا ومتزايده هنا، وين راهي متناقصه؟ هي متناقصه هنا وهنا وهنا. بصح اتونسيون باش نهضروا بالمجال بليزيكس. غادي نقولوا له الداله اف مالها متزايده تماما على المجال. غادي نذكروا المجالات اللي راهي متزايده فيهم الداله. راهي متزايده في المجال ناقص 4 ناقص 2. استاذ كيفاش عرفت؟ من ناقص 4 لناقص 2 الداله راهي تزايد. زيدوا كاين مجال واحد اخر من 2 ل4 كذلك راهي تتزايد. سيمون. على المجال نبداو بالصغير بيان سور. على المجال ناقص 4 ناقص 2 ونغلقوا المجال هو 2 4. وين راهي متناقصه؟ تبع راهي متناقصه في المجال ناقص 5 4 ناقص 5 4 ناقص 2 و4 5. قادر الواحد يكون ذكي يدي كل شيء ابار هادو 2 اللي كانت فيهم متزايده. ايا نشوفوا الداله ها راهي متناقصه في هذا المجال، راهي متناقصه في المجال ناقص 5 ناقص 4. تدخل هادو خاطي هادو تاع كي كانت متزايده. زيد وكذلك من ناقص 2 حتى ل2. هذه قرايه سهله. زيد ومن 4 ل5. ناس ملاح الدوال، ناس ملاح التغيير. من في الباك ناس ملاح. دوك تشوفوا بلي ناس ملاح في الباك. الداله اف متناقصه تماما على المجال هذا وهذا وهذا. الا انت حمار استاذ ماشي حمار. في ميزه كيفاش يقول لك حوس على اتجاه التغير الداله، هو عاطيك اتجاه التغير ولا. بينما بلي هذا سؤال جديد. كاين تلاميذ ما يفرقوش ما بين جدول التغيرات واتجاه التغير. اتجاه التغير هذا نعبروا عليه كتابيا، جدول التغيرات هذا هو. في ميزه كي لها عاطيك جدول التغيرات علاه غادي يسقسيك عليه. حسب الاستاذ غبي كاع لهذه الدرجه. صح. عين القيمتين الحديتين الكبرى والصغرى للداله اف. ايوا دروك القيم الحديه. انا نورمال تقولوا راه يقول كلام السوء، راه يقول الفاظ قبيحه نورمال. انا واحد نقابلكم كاع. القيم الحديه يا جماعه كاينه قيمه حديه كبرى. كي دايره كبرى تجي دايره كيما هكا، كيما واحد الاستاذ قال لهم دايره كالجبل.
قيمه حديه يعني الداله تكون متزايده وبعدها تتناقص، تغير السلوك تاعها، تغير اتجاه التغير تاعها. وكاينه الصغرى تجي دايره الحفره ها تكون متناقصه وتعاود تتزايد. حنا رانا نحوسو، غادي يجي واحد يقول لي استاذ راه كاين زوج صيفري، كاين زوج في الكبرى وراه كاين زوج في الصغرى. حنا شنو غادي ندو كبيره كاع فيهم، غادي نكتبوا له هنا الداله اف ولا سي اف اللي هو منحنى الداله يقبل قيمه حديه محليه كبرى اللي هي نهضروش معها بالايكغيك، ما تهضروش بالاكس، بالايكغيك 3 باسكو 3 كبيره على الزوج. وين عند النقطه ذات الفاصله 4 صافي، ولا عند النقطه 4 زيد ذات الفاصله معليش من عندي باش الاساتذه اللي يتبعوا فيه ما عندكم ما تكلاشوا. زيد سي اف يقبل قيمه حديه صغرى، وين راهي الصغيره كاع؟ راه كاين ناقص 3 وناقص 2، انا غادي ندي ناقص 3. كي تقول قيمه حديه ضرب الايكغيك اللي هو اف لي اكس صافي. قيمه حديه صغرى اللي هي ناقص 3 وين عند النقطه ذات الفاصله ناقص 4. هذا مكان يا ضرب صحتك. ايوا قارن بين اف اللي ناقص 7 على زوج. جماعه راه عندكم السيجي ديروا له كابتير. بون غادي نمحي دروك صوروا لنا الطابلو ديروا له كابتير ونواصلوا في حل الاسئله المواليه. راك تشوف التليفون الا راه يصور تقدر تصرالو نقدر نخليه كيما هكا نحسبها راه يصور وهو ما راهش يصور. يلا استغلتو دابا مع البوسيجي كيما هكا. هيا استغلتو قرايه كي دايره. عطاك جماعه زوج قيم قال لك قارن بين، غادي نكتب لكم السؤال. جماعه رابط الموضوع نخليه لكم في الدرايف ولا هاد المواضيع كاع غادي تلقاوهم عندي في ستوري. دخلوا كاع الانستا ودخلوا الشعب معاكم ريفيزي افيك مو. السؤال الرابع قارن بين اف لناقص 7 على زوج و اف لناقص 5 على زوج. وعطاكم من موراها اعداد اخرى. جماعه ناقص 7 على زوج هي شايله، هي ناقص 3 ونص، وناقص 5 على زوج هي ناقص 2 ونص. تسمى قال لك قارن بين اف اللي ناقص 3 ونص و اف اللي ناقص 2 ونص. غادي نشوف هادو لي زيكس اللي مدهم لي وين راهم جايين هنا. ناقص 2 ونص وراهي جايه هنا، وناقص 3 ونص راهي جايه هنا. هذه هي يا جماعه ناقص 5 على زوج، وهذه اللي راهي هنا هي ناقص 7 على زوج. صافا واش راك تلاحظ الداله كي راهي دايره هنايا الداله راهي متزايده. استغلت. غادي تقول له لدينا ناقص 7 على زوج صغيره على ناقص 5 على زوج باينه، ناقص 3 ونص صغيره على ناقص 2 ونص. والداله اف كي راهي دايره متزايده تماما على المجال هذا. تبغي تقول له جماعه من ناقص 4 لناقص 2 ولا المجال هذا؟ معليش قولها ناقص 4 ناقص 2 باش نكونوا دقيقين في الاجابه تاعنا. صايب راهي متزايده على هذا المجال حيث هذه القيم ينتموا لهذا المجال بيان سور. تبغوا نكتبها لكم نكتب له باللي ناقص 7 على 2 وناقص 5 على 2 ينتموا جماعه للمجال ناقص 4 ناقص 2. والداله هي متزايده على المجال. الخاصيه اش تقول؟ الا كانت الداله متزايده على مجال معين ونبغوا نحاسبوا الصور باش تقارن بيناتهم جماعه، دخل الداله ديالك بلا ما تبدل الاتجاه. معناتها اف اللي ناقص 7 على 2 صغيره على اف اللي ناقص 5 على 2. دوك نبرهن لكم في جدول التغيرات. هاي اللي ناقص 5 على 2 هذه هي اف اللي ناقص 5 على 2. زيد هاي اللي ناقص 7 على 2 وهذه هي اف اللي ناقص 7 على 2. هذه كبيره على هذه باسكو راهي فوقها. يا ضرب راهي كي دايره. غادي نعطيكم زوج اعداد اخرين راهم كاينين في السيجي. قال لك دروك قارن لي ما بين اف اللي 9 على 2 و اف 17 على 4.
سي بون. غادي نقارنوا بيناتهم جماعه. دابور غادي نشوفوا راهم جايين 9 على 2 هي 4.5 بالتقريب. 17 على 4 نقسموها على 2 تعطينا 8.5. 8.5 تقسمها على 4 تعطيك 8.5 تقسمها على 2 تعطيك 4.25 هكا. صافي 16 هذيك هي 4 في 0.25 واحد 17 صافي. وين راهم جايين وين؟ ها هما راهم جايين هنا، راهم جايين ما بين 4 و5. هاهي 9 على 2 باسكو هي كبيره، وهاهي هنا 17 على 4. الداله راهي متناقصه يا جماعه. اش غادي نكتبوا لها؟ غادي نكتبوا لها لدينا هاد القيم اللي عطاوهم لنا 9 على 2 زيد و17 على 4 في 2 راهم ينتموا الى المجال 4 5. والداله اف متناقصه على هذا المجال، على المجال 4 5. سي بون جماعه. متناقصه على المجال 4 5. حنا عندنا وينها كبيره؟ هذه ولا هذه؟ نهضر على الاكس ماشي الايكغيك. وينها كبيره؟ باينه بلي 4.5. تسمى غادي تقول له بلي 9 على 2 كبيره على 17 على 4 نيشان. بصح مادام الداله متناقصه كي نجي ندخل الداله غادي نقلب الاتجاه. صافي اش غادي يولي عندك هنا؟ هنايا غادي يولي عندك اف اللي 9 على 2 وهنايا اف اللي 17 على 2 على 4 عفوا. علاه قلبنا الاتجاه؟ باسكو الداله متناقصه. روح نبين لك. روح هاي 17 على 4 هاي الصوره تاعها. هذه هي اف تاع 17 على 4 و9 على 2 هاي لا اف تاع 9 على 2. بريمير راني اس غادي نقلشكم هذا العام يا هضره. هذه راهي عاليه على هذه، راهي كبيره عليها. صافي هذه كبيره على هذه. شفتوا اللوحه الفنيه تاعي؟ هيا تصور معاها. تصور ديروا لها كابتور جماعه. سيروا نروحوا الاسئله اللي تزيدوا من موراها. لازم تخليش الاستاذ يحشيها لك. قال لك راه يشرع على هذا العام بريمير راني اس مات وفيزيك في 2. صح. عين السوابق الممكنه للعدد 0. عين السوابق. عين سوابق العدد 0. السابقه هي الاكس. انت في ميزك مادام راه يقول لك حوس على السابقه صافي يعطيك ايكغيك. تسمى هاد الزيرو اش راه يمثل؟ راه يمثل ايكغيك، وايكغيك هي نفسها اف لي اكس. تسمى وين غادي نحوس على الزيرو؟ غادي نحوس عليه هنا في اف لي اكس. هيا كحل منا تشوف راه كاين هاد الزيرو وهاد الزيرو وهاد الزيرو. غادي بالاسقاط غادي في الباقي نديرو اسقاط. عند الزيرو كانت 0 وعند الزيرو كانت 3 وعند الزيرو كانت ناقص 3. تبغي تجاوب اجابه قليطيه اش غادي تقول؟ غادي تقول له سوابق العدد 0 هي اجابه تاع قليط زعما ناقص 3 وكاين الزيرو وكاين 3. هادو هما معناتها لي زيكس اللي يعطونا الزيرو. صافي اف اللي ناقص 3 يساوي 0 واف اللي 0 يساوي 0 واف اللي 3 يساوي 0. نبغوا نجاوبوا عليها بطريقه بروفيسيونيل. اش غادي نقولوا له؟ حنا قلنا اف اللي اكس يساوي 0. هيا استغل هذه. صافي اف اللي ناقص 3 تساوي اف اللي 0 وتساوي اف اللي 3 وكاع يعطوك الزيرو. هيا بصحتك. يلا ديجا قلناها في الدرس. قلنا باللي دائما كيكون عندنا ترتيبه ولا يكون عندنا ترتيبه ولا تكون عندنا صوره نقدروا نلقاو عندها شحال من سابقه. صيبو ترتيبه دائما يكون عندها شحال من فاصله ولا شحال من سابقه. بصح العكس غير صحيح. كي يكون عندنا سابقه عندها غير صوره واحده في الداله. هذا مثل. صيبو انشئ سي اف التمثيل البياني للداله اف في المستوي المنسوب الى معلوم ثم شكل جدول اشاره اف لي اكس. جماعه اشاره الداله معلومات هامه تستحقوها في الدوزيام اني وتستحقوها في الباك. من دروك بدا تبني في كلاباز من دروك نخدم لك على الباك. هنا اش نديرو؟ هنا نديرو مجموعه التعريف تاع الداله من ناقص 5 ل 5. الداله معرفه من ناقص 5 حتى ل 5. اشاره ماشي جدول التغيرات ماشي كيف اف لي اكس. الداله متى تكون موجبه؟ لما تكون فوق محور الفواصل.
اف لي اكس وين تكون سالبه؟ لما تكون تحت محور الفواصل، هذا هو المعنى تاعها. اف لي اكس وين تنعدم وين تساوي زيرو، معناتها راهي تقطع تفوت على محور الفواصل. نضربك راكم تبنوا لا باز من بعد. حنا عندنا الداله اف لي اكس وين تنعدم، ديجا لقينا سوابق العدد زيرو، معناتها لقينا لي زيكس اللي تنعدم عندهم الداله اف، صافي اف لي اكس يساوي زيرو. لقينا بزاف احتمالات، كاين ناقص 3 وكاين زيرو وكاين 3، هادو هما اللي غادي يعدموا الداله، كيما هكا غادي تنعدم. صيروا كيما كنتو ديروا في القيمه المطلقه. دروك غادي نجي لجدول التغيرات ونشوف كي يكون عندي البيان، حاله تكون سهله بصح. دروك من جدول التغيرات، ها من ناقص 3 لناقص 5 راني في هذا المجال، راني لاحظ بلي هودنا على الزيرو عند ناقص 3 وعاود طلعنا عند ناقص 2، صافي الداله راهي سالبه في هذا المجال. زيد ضرب من ناقص 3 للزيرو، ها من ناقص 3 للزيرو الداله طلعنا عند 2 وعاود هودنا عند زيرو، صافي الداله راهي موجبه، راهي فوق محور الفواصل. زيد ضربك من الزيرو للثلاثة، عندك زيرو ناقص زوج عاود ولينا للزيرو، صافي الدالة راهي سالبة. اش بقى لنا دروك؟ بقى لنا من 3 ل 5، الزيرو طلعنا من 3 عاود هودنا عند الزوج، صافي الدالة راهي موجبة، هي بصحتك إشارة الدالة اف. حرص تخلط ما بين جدول التغيرات وإشارة الدالة اف، ماشي كيف كيف. دوك بقى لنا الإنشاء وشفعية الدالة، غادي نحي هاد الخردة تصوروا معاها، أيا نرسموا الدالة. بالخوف سيجي بالخوف نكملوه. هذا التمرين قال لك دايرين في الموضوع دايرين 30 دقيقة، يلا أنا بالشرح راني دايرها في 16 دقيقة، 30 دقيقة ديرها مكسل التمرين. إلا مكسل نورمال، قال لك راك داوت مونجي وتدي في الكونجي، راكم كاع غاية. أيا مليح. استغلتو إنشاء سي اف كي داير. راهي حاكمة اليوم ياك. غادي نديرو جدول المساعد. ها جدول المساعد راه واجد عندك، واحد منه مغبون وكيفاش نرسمو منه غادي نورمال ناس ملاح داون. ها اكس ها اف لي اكس، غادي تخرج نقاطي تربط بيناتهم بالحنانه يخرجوا لك، هذا ما كان ابار الا ما كنت حنين. هذيك حاجه اخرى. النقطه الاولى ناقص 5 ناقص 2، النقطة الزاوجة ناقص 4 ناقص 3. يا هذا الأفكار غادي ندهمكم بالأفكار هذا العام. ناقص 3 زيرو، زيد ناقص 2 زيرو زيرو، 2 ناقص 3 زيرو، أي بزاف عليكم مي. وغادي تربط بيناتهم. نروحو للنقطة الأولى. جماعة أنا عندي المعلم ماشي باين، ها قال ها هادي ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5، ومنها ناقص 1 ناقص 2. هاي النقطة الأولى جماعة. الإكس ناقص 5. واحد غادي يخلع يقول لك ما عطاوناش العبارة، باين بلي ما يعطيكش العبارة. زيد عندنا ناقص 4 ناقص 3، هذا ناقص 4 وناقص 3 تجي هنايا بالتقريب. جماعة رسم تقريبية، شوفوا الطابلو كي داير بإمكانيات الله غالب، هذه هي الدنيا. صاي عندنا ناقص 3 زيرو، هذا ناقص 3 وها هو الزيرو. ها صاد نخاطي نربط ما بيناتهم وصاي. زيد عندنا ناقص 2 شحال؟ قال لك 2، ها 1 ها 2، يعني ندير غير بالتقريبة. عندنا ناقص 2 تكون الإيكغيك 2، ها هي نقطة واحدة أخرى. ها زيد تشوف، وعند الزيرو زيرو، ها ولا زيرو زيرو. يلا بيكاسو ولا ماشي بيكاسو. زيد وعند الزوج ناقص 2. أنا هو النمبر 1 في التعليم، غادي ندير ثورة في التعليم هذا العام. عارف زيد تشوف 3 زيرو، بلاص ما قدناش. عند الربعة 3 وعند الخمسة 2. هاي الربعة، قال لك عند الربعة 3، هيا دير لها عند الربعة 3، وقال لك ما ديرش لي فورش في الرسم. وعند الخمسة 2، بون عند الخمسة 2، هاي لا 2. هيا هذا هو السي اف، ما تنساش باش تقولها السي اف. سي بون صحتك. نقاطي تربط بيناتهم، هذا ما كان ما تخلعك ما والو. صاي رانا في 19 دقيقة.
صايدة بالحقنا 20 دقيقة 20 اللي غادي تدوها في الاختبار. سي بون. ماذا يمكنك القول عن قال لك شفاعية الدالة اف. شنو الشفاعية؟ الشفاعية حاجة سهلة. الشفاعية معناتها دالة زوجية ولا دالة فردية. هذا ما كان. إلا كانت دالة زوجية خاصك تحسب اف لي ناقص اكس تلقاها تساوي اف لي اكس. بس هادي وين كيكون عندك العبارة، حنا ما عندناش عبارة لاز ضرب برد الحال. ولا كانت فردية تحسب اف لي ناقص اكس تلقاها تساوي ناقص اف لي اكس. صاي؟ هيا استغلتو هذا. دالة زوجية في البيان معناتها متناظرة بالنسبة ل إيكغيك بريم. صافا هاكا زيدت شوف. ودالة فردية معناتها تناظر بالنسبة للمبدأ. اسكو معلومات صحيحة؟ لا مازالوا ناقصين. لازم تذكر الشرط، لازم تقولها من أجل إكس ينتمي إلى دي إف وناقص إكس ينتمي إلى دي إف. هذا شرط، لازم تذكر الشرط باش ما ينقصلكش نص. ينقصلك نص هذا العام والعام الجاي وفي الباك. سي بون. قارع هذا كيفاش نعبروا عليه؟ هذا معناتها مجموعة التعريف دي إف متناظرة بالنسبة للصفر. هيا غادي نتحققوا دروك. بالنسبه للداله هذه جماعه راكم كاع تشوفوا هنايا باللي راهي متناظره بالنسبه للزيرو. عندك هنا زوج ناقص زوج، 3 ناقص 3، 4 ناقص 4، 5 ناقص 5. تسمى غادي نذكر له الشرط الاول، غادي نقول له لدينا دي اف متناظر بالنسبه للصفر. وبالنسبه للبيان غادي نكحل على البيان دروك. هيا كحلوا كاع معايا البيان، تعرفوا تكحلوا. هيا كي راه داير اسكو راه متناظر بالنسبه لمحور التراتيب؟ لا، راه متناظر بالنسبه للمبدا تاع المعلم اللي هو 0 0. ها بالنسبه للنقطه هذه هي النظيره تاع نفسها بالنسبه للزيرو. بالنسبه للنقطه هذه هاي النظيره تاعها. ها قريتو التناظر المركزي، اللي ما قراش التناظر المركزي وليد السويان زيدت شوف. بالنسبه للنقطه هذه هاي النظيره تاعها. بالنسبه للنقطه هذه هاي النظيره تاعها جينا. بالنسبه للنقطه هذه ها كون دير المسطره تجيك هذه هي النظيره تاعها. هيا بصحتك. و سي اف اللي هو منحنى الداله متناظر بالنسبه لمبدا المعلم اللي هو 0 0. ومنه الداله اف داله فرديه. هيا خرجوا عليا من الفيديو. وي صاي كملنا التمرين الاول. التمرين الزاوج في حصه اخرى. هيا الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. جماعه ما تنسوناش من صالح دعائكم، بارطاج، كومونتير، جيم، دخل الشعب في الانستا، دخلونا الشعب في الفيسبوك، في التليجرام، شيعوا. هيا السلام عليكم.